السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة هنشتغل مع بعض الكوفية التحفة دي. الغرزة دي بجد عجبتني جدا لما اشتغلتها. كمان هي غرزة محملة قوي. فيفضل لو جينا نشتغل بخيط سميك يكون بإبرة مقاس أكبر من الإبرة اللي المفروض نستخدمها للخيط، بدرجة أو درجة ونص. وكمان عشان تطلع طرية. الخيط اللي أنا استخدمته كان خيط متوسط السمك، واستخدمت له إبرة مقاس رقم 5. عايزة أوريكم بقى جمال الغرزة، شايفين؟ الغرزة بجد تحفة 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 على الحقيقة. بحاول إن أنا أبينها لكم اهي على زي ما يكون على الطبيعة. شايفين؟ جميلة قوي وشكلها بجد قيم جدا وشيك قوي. الكوفية دي طولها 2 متر والعرض 15 سنتي. طبعا تقدروا تتحكموا في الطول والعرض زي ما انتوا حابين، بس انا اكتفيت بالعرض ده 15 سنتي لان كفاية كده. معايا العرض ده مناسب جدا. والطول مترين يعتبر. فيلا كده بقى بينا نبدأ ونشوف طريقة عمل الكوفية دي بكل سهولة وكل تكات الغرزة. فيلا كده بقى بينا نبدأ ونقول بسم الله. طبعا احنا هنشتغل عينة مع بعض. آه، الغرزة دي مش بتعتمد على عدد معين من الغرز. يعني ممكن تبدأوها بأي عدد انتوا حابينه. طبعا احنا انا هنا اشتغلت بعرض الكوفية. سوري يا بنات، اشتغلت بطول الكوفية. فممكن تشتغلوا بقى أي عدد سلاسل انتوا تحبوه بس بالطول المناسب اللي انتوا محتاجينه للكوفية. فاحنا هنا هنشتغل عينة. هبدأ أعمل عدد من السلاسل. كمان حاجة مهمة جدا واحنا بنشتغل الكوفية دي أو الغرزة دي، إن احنا ما نشدش إيدينا خالص علشان اللي عايزة تفاصيل الغرزة تكون باينة. يعني شوفوا كده هنا الطلعة دي مش عايزة ايديكوا تشد فيها علشان تبقى باينة الغرزة. فواحنا شغالين نحاول ان احنا نبقى مريحين ايدينا علشان الغرزة تبقى باينة. طيب انا هنا اشتغلت قطعة مثال 20 غرزة. هرجع ارتفع سلسلتين عشان الغرزة بتعتمد على النص عمود، بس هنعمل النص عمود بطريقة مختلفة شوية. طيب الغرزة اللي احنا لما باجي اشتغل في ظهر السلاسل كده علشان الوش بداية الشغل تبقى زي نهاية الشغل، تبقى سلسلة كده. فهنقلب السلاسل اللي احنا عملناها دي وهنروح نشتغل في تاني واحدة. يعني نسيب 1 2 وهاجي بقى في ظهر السلسلة التالتة هشتغل نص عمود. بشد كده الخيط لفوق اريحه خالص وبعدين اسحب الخيط من الثلاث لفات. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هدخل في الضلع التالت ده. شايفين عندي 1 اهو 2 3. هروح ادخل هنا وبعدين هدخل في الغرزة اللي عليها الدور وبعدين هلف الخيط واطلع. لازم اطلع لفوق كده اكون مريحة الغرزة وبعدين الف الخيط واطلع من الثلاث حلقات. طيب الغرزة اللي بعدها هعمل ايه؟ هدخل في الضلع التالت ده وهروح في الغرزة اللي عليها الدور وهلف الخيط واطلع. اطلع كده بارتفاع الغرزة وبعدين الف الخيط واطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة. عندي شايفين 1 2 3. هروح ادخل في الضلع الثالث ده وبعدين اروح ادخل في الغرزة اللي عليها الدور. هلف الخيط على الابرة واطلع كده بارتفاع الغرزة بتاعتي وبعدين الف الخيط اطلع من كل الحلقات مرة واحدة. نكرر كده تاني مع بعض. عندي
3 حلقات قدامي اهو بتوع النص عمود، هدخل في الضلع التالت ده وبعدين اروح ادخل في الغرزة اللي عليها الدور، هلف الخيط واطلع، اطلع كده بارتفاع الغرزة وبعدين اخد لفة على الابرة من الخيط واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. هدخل في الضلع التالت الغرزة اللي عليها الدور، اخد لفة من الخيط على الابرة واطلع، الف الخيط على الابرة واخرج من ال3 حلقات مع بعض. الضلع التالت اهو بدخل فيه، ادخل في الغرزة اللي عليها الدور، الف الخيط واطلع، الف الخيط واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. نكرر كده كمان مع بعض. عندي 3 اضلاع اهو، 3 اهو، بروح ادخل في الضلع التالت ده وادخل في الغرزة اللي عليها الدور، هلف الخيط واطلع، معايا 3 لفات، هلف الخيط واطلع من كل الحلقات دي مرة واحدة. بقت سهلة، هلف الخيط واطلع، الف الخيط اطلع من كل الحلقات مرة واحدة. طبعا هنفضل مستمرين كده لاخر السطر وبعدين هخلص وارجع لكم. كده جيت لاخر غرزة، فخدت برضو الضلع التالت وهدخل في الغرزة اللي عليها الدور اللي هي اخر غرزة وبعدين هطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. ده كده السطر الاول. هرتفع سلسلة، هلف الشغل. طيب خدوا بالكم بقى من الخطوة الجاية دي، انا هعمل ايه دلوقتي؟ دي سلسلة الارتفاع واول غرزة اهي. طيب نص عمود كنا بنلف الخيط كده على الابرة وبشتغل غرزة النص عمود، لا هنا بقى هعمل ايه؟ انا هشتغل بدل ما انا بشتغل من وش الشغل كده، انا هروح اشتغل في الظهر. فهعمل ايه؟ دي كده اول غرزة، بدخل تحت الحلقتين، هاخد لفة كده على الخيط واسحبه لبره وبعدين الف الخيط على الابرة واطلع من الحلقتين اللي على الابرة. دي كده اول غرزة انا اشتغلتها. هروح ادخل في الضلع ده، شايفين اهو، شايفين كده الضلع اللي اتكون عندي ده اللي هدخل فيه. انتوا ممكن تفتكروا انها صعبة بس بالعكس هي سهلة جدا. فهدخل في الضلع ده كده وهبدأ ان انا ادخل تحت الحلقتين، تحت الحلقتين اهو، هاخد لفة من الخيط واطلع للناحية التانية، ارتفع كده، اهم حاجة ترتفعوا بارتفاع الغرزة وبعدين الف الخيط على الابرة واخرج من ال3 حلقات مرة واحدة. الضلع التالت اللي اتكون عندي اهو ده اللي انا بدخل فيه، بس انا بشتغل عكس عشان الغرزة تظبط معايا. هدخل في الضلع اهو، هروح ادخل في الغرزة اللي عليها الدور، هلف الخيط على الابرة واطلع، اشد الخيط كده لفوق بحيث انه يبقى بارتفاع الغرزة، هلف الخيط واطلع من ال3 لفات مرة واحدة. الضلع التالت اهو، الضلع التالت اهو، شايفين اهو اللي بدخل فيه، هدخل فيه كده واروح ادخل في الغرزة اللي عليها الدور تحت الحلقتين، الف الخيط، شايفين باخده بالعكس ازاي، بطلع للناحية التانية، اشد الخيط كده لفوق وبعدين الف الخيط واطلع من الحلقات مرة واحدة. اتكون عندي هنا ادي 1 2 3، شايفين 1 2 3. لو عملتها كده اهي 1 1 2 3، انا بدخل في الضلع ده اللي ناحية ايدي الشمال، بدخل كده فيه من ورا هنا، اروح ادخل في الغرزة اللي عليها الدور، هلف الخيط واطلع عكس الاتجاه، بطلع كده بارتفاع الغرزة وبعدين اخد لفة واطلع من كل الحلقات اللي موجودة على الابرة. هروح ادخل في الضلع الثالث اللي ناحية ايدي الشمال، هدخل في الغرزة اللي عليها الدور، هلف الخيط على الابرة كده واطلع بالاتجاه المعاكس
وارتفع بالخيط كده بارتفاع الغرزة. هلف الخيط واطلع من كل الحلقات مرة واحدة. هدخل في الضلع التالت، اوريهولكوا تاني. عندي حلقة اهي، الحلقة التانية، الحلقة التالتة اهي، دي اللي انا بدخل فيها. هدخل كده وادخل في الغرزة اللي عليها الدور، هلف الخيط واطلع بالاتجاه المعاكس بارتفاع الغرزة. لازم نشد ايدينا بارتفاع الغرزة. هلف الخيط واطلع من الثلاث لفات او الثلاث حلقات مرة واحدة. هدخل في الضلع الثالث، هدخل في الغرزة، لازم ناخدها من ورا الخيط ده، يعني ما اجيش من هنا كده واروح ادخل، لا، بروح من قدام الخيط ده، لازم الخيط ده يبقى ورا الابرة كده، وادخل تحت الحلقتين، الف الخيط واطلع بالاتجاه المعاكس بارتفاع الغرزة، وبعدين الف الخيط واطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة. نكرر مع بعض. هدخل في الضلع التالت ده، هروح ادخل في الغرزة اللي عليها الدور، هاخد لفة على الإبرة واطلع بالاتجاه المعاكس بارتفاع الغرزة، هلف الخيط واطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة. هدخل في الضلع اللي عليه الدور أو الضلع التالت، هدخل في الغرزة اللي عليها الدور، هلف الخيط على الإبرة واطلع الناحية التانية، هلف الخيط واطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة. الغرزة سهلة جدا. وبعدين اخد لفة على الإبرة واطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة. أول ما تشتغلوها هتحسوا إن هي خلاص بقت سهلة، وكمان النتيجة بتاعتها هتعجبكم جدا. بنروح للغرزة اللي عليها الدور في الضلع الثالث، وادخل تحت الحلقتين واخد لفة على الإبرة بالخيط واطلع بالاتجاه المعاكس بارتفاع الغرزة، واخد لفة على الخيط على الإبرة واطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة. الغرزة اللي عليها الدور بدخل في الضلع الثالث وادخل تحت الحلقتين في الغرزة اللي عليها الدور، باخد لفة على الإبرة وبطلع بالاتجاه المعاكس، اخد لفة على الإبرة واطلع من الثلاث لفات مرة واحدة. الغرزة اللي عليها الدور بدخل في الضلع الثالث واروح ادخل تحت الحلقتين في الغرزة اللي عليها الدور، اخد لفة على الإبرة واطلع بارتفاع الغرزة، واخد لفة على الخيط واطلع من الثلاث لفات مرة واحدة. طبعا بفضل مكملة كده لآخر الدور. خدوا بالكم من آخر غرزة علشان بتكون جاية بميل، فما تنسوش تشتغلوها يا إما تعلموها بالماركر. هرتفع سلسلة. شايفين ده كده وش الغرزة بقى؟ بجد الغرزة تحفة قوي وشكلها شيك جدا، وعلى فكرة تنفي في الخيوط الجنجا. إيه، هنبدأ بقى نرتفع للسطر الثالث. السطر الثالث ده بشتغله زي ما اشتغلت السطر الأول، يعني باخد لفة على الإبرة كده وبشتغل نص عمود عادي خالص تحت الحلقتين في أول غرزة، برتفع كده وبطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة. طيب الغرزة اللي بعدها بعمل ايه؟ شايفين الثلاث أضلاع دول؟ بروح أدخل في الضلع الثالث ده وأدخل في الغرزة اللي عليها الدور تحت الحلقتين، وبعدين ألف الخيط على الإبرة وأطلع. لازم أطلع مرتاحة جدا، ما أكونش شادة إيدي، ولازم أطلع بارتفاع الغرزة. آخد لفة على الإبرة كده وأطلع من الثلاث لفات مرة واحدة. عندي 3 لفات اهم قدامي، شايفين 3 اهو، 1 2 3. باروح ادخل في الضلع التالت ده وادخل في الغرزة اللي عليها الدور تحت الحلقتين، هاخد لفة على الإبرة واطلع، اخد لفة
بالإبرة وأطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. الضلع التالت أهو، هادخل فيه، أروح أدخل تحت الحلقتين في الغرزة اللي عليها الدور، هالِف الخيط وأطلع بارتفاع الغرزة كده، معايا 3 حلقات على الإبرة، هالِف الخيط وأطلع من ال3 مرة واحدة. يبقى أنا السطر ده كله هاكمله إن أنا بادخل في الغرزة أو الحلقة التالتة وأروح أدخل تحت الحلقتين في الغرزة اللي عليها الدور، هالِف الخيط وأطلع بارتفاع الغرزة، أريّح إيدي كده خالص، وبعدين ألِف الخيط على الإبرة وأطلع من ال3 لفّات مرّة واحدة. يبقى أنا هافضل مكمّلة كده لحد آخر السطر وبعدين هارجع لكم. طيب أنا عايزة أورّيكم حاجة بعد ما خلّصت السطر التالت ده، فإحنا عايزين ننهي السطر بس بطريقة تكون مخلّية الكوفية الأطراف بتاعتها شكلها منتظمة وشكل الشغل منمّق، فبندخل كده في الحلقة التالتة دي، بس ما باروحش أدخل تحت الحلقتين دول، ما باروحش أشتغل تحتهم، أمّال باشتغل فين؟ شايفين العقدة بتاعة الارتفاع دي؟ شايفين العقدة دي اللي متكوّنة دي؟ هي دي اللي أنا بادخل فيها. لمّا باشتغل كده شايفين بادخل كده بقى في الضلع التالت وأروح أدخل في الارتفاع العقدة بتاعة الارتفاع، بادخل في العقدة بتاعة الارتفاع، هاسحب الخيط وأطلع وبعدين ألِف الخيط وأطلع من ال3 لفّات أو ال3 حلقات مرّة واحدة، وبعدين هارتفع سلسلة. شايفين يعني نهاية الشغل بتبقى مضبوطة لمّا تخلّصوا الشغل بتاعكم. شايفين هنا كده الطرف بتاع الكوفية شكله عامل إزاي؟ شكلها جميل جدًا ومنظّمة، فأنا باحب دايمًا إن أنا لمّا آجي أشتغل لو شغالين غرزة حشو أو نُص عمود إن إحنا ندخل في الارتفاع. يعني أنا بافضّل إن إحنا لمّا بنيجي نقفل السطر ونرتفع للسطر اللي بعده، لو إحنا شغالين كده رايح جاي، إن أنا باشتغل في العقدة بتاعة الارتفاع. دي بتضبط لي السطر أوي من آخر الشغل، يعني بتضبط لي الحافة بتاعة الشغل. ارتفعت هنا سلسلة هالِف الشغل كده. خدوا بالكم برضه من الجزء اللي جاي ده، إن أنا ما بالِفّش الخيط على الإبرة في النُص عمود الأول ده، أنا بادخل أنا الدور ده هاشتغله عكس، يعني بدل ما أنا شغّالة من قدّام، لأ أنا هاروح أشتغل من ورا هنا، فأنا مش هاخد لفّة بالخيط على الإبرة، أنا هادخل على طول تحت أول غرزة، شايفين كده؟ وبعدين هاخد لفّة بالخيط وأطلع في الاتجاه المعاكس بارتفاع الغرزة، وبعدين هالِف الخيط وأطلع من الحلقتين اللي على الإبرة. طيب هالِف لكم كده عشان أورّيكم برضه الحلقة اللي اتكوّنت دي، شايفين الحلقة دي؟ هي دي اللي أنا هادخل فيها، فهاروح أدخل كده وبعدين أدخل تحت الحلقتين بتاعة الغرزة اللي بعدها، هالِف الخيط وأطلع بالاتجاه المعاكس بارتفاع الغرزة، وبعدين هالِف الخيط وأطلع من ال3 حلقات مرّة واحدة. الحلقة التالتة دي هي هتبقى باينة لكم وأنتم شغالين. هادخل في الغرزة اللي عليها الدور كده تحتها، تحت الحلقتين، هالِف الخيط وأطلع بارتفاع الغرزة، هالِف الخيط وأطلع من ال3 حلقات مرّة واحدة. وبعدين بنرجع ندخل في الضلع التالت ده من الغرزة، هاوريه لكم تاني، شايفين 1، 2، 3 أنا بادخل في الضلع التالت ده من هنا كده، وبادخل تحت الحلقتين في الغرزة اللي عليها الدور. خدوا بالكم علشان ما تدخلوش في الحلقة الخلفية دي والخلف خلفية دي، خليكم واخدين بالكم إن أنتم تدخلوا تحت الحلقتين اللي هي تحت حرف الV ده، واسحب الخيط بالعكس وارفعه كده يكون بارتفاع الغرزة، هالِف الخيط واطلع من كل الحلقات.
نكرر كده تاني مع بعض السطر ده عشان هو ده اللي ممكن تتلخبطوا فيه. بدخل في الضلع التالت وادخل في الغرزة اللي عليها الدور تحت الحلقتين، واتأكد ان انا داخلة تحت الحلقتين. هلف الخيط واطلع في الاتجاه المعاكس، واطلع كده بارتفاع الغرزة، والف الخيط واطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة. هدخل في الضلع التالت اهو، واروح ادخل تحت الحلقتين في الغرزة اللي عليها الدور. هلف الخيط على الإبرة واطلع بارتفاع الغرزة، هلف الخيط واطلع من 3 حلقات مرة واحدة. هدخل في الضلع التالت، هدخل في الضلع التالت وادخل في الغرزة اللي عليها الدور، والف الخيط بالاتجاه المعاكس، اسحبه في الاتجاه المعاكس. معايا 3 لفات، هلف الخيط واطلع من 3 حلقات مرة واحدة. هرجع ادخل في الضلع التالت وادخل في الغرزة اللي عليها الدور، هلف الخيط واطلع من الناحية التانية، الف الخيط واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. هدخل في الضلع التالت وادخل في الغرزة اللي عليها الدور تحت الحلقتين، هلف الخيط على الإبرة واطلع في الاتجاه المعاكس. معايا 3 لفات، هلف الخيط واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. عايزة اوريكم وش الغرزة. شايفين الغرزة جميلة جدا وقيمة قوي. يبقى احنا هنفضل مكملين السطر ده بنفس النظام، ان انا بدخل في الحلقة الثالثة واروح ادخل في الغرزة اللي عليها الدور، الف الخيط واطلع في الناحية التانية او الاتجاه المعاكس، الف الخيط اطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. المكان اللي احنا بندخل فيه بالإبرة، شايفين ادي 1 2 3، احنا بندخل في الضلع ده. هدخل بقى في الضلع الثالث وادخل في الحلقة اللي عليها الدور تحت الحلقتين، هلف الخيط واطلع في الاتجاه المعاكس، هلف الخيط اطلع من 3 حلقات مرة واحدة. هكرر معاكم كده مرتين كمان. هلف الخيط واطلع في الاتجاه المعاكس، والف الخيط اطلع من كل الحلقات مرة واحدة. هدخل في الضلع الثالث اهي، وادخل في الغرزة اللي عليها الدور، هلف الخيط على الإبرة، أطلع في الاتجاه المعاكس بارتفاع الغرزة، هلف الخيط أطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. هكمل كده لآخر السطر وارجع لكم. أنا كده جيت لآخر غرزة. اتفقنا إن آخر غرزة بنعملها في الارتفاع، يعني بدخل كده في الضلع الثالث ومش بدخل تحت الحلقتين بتاعة آخر غرزة، أنا بروح أدخل في حلقة الارتفاع دي، يعني هدخل كده فيها وهكمل الغرزة بتاعتي عادي خالص. برضه هطلع بارتفاع الغرزة وهلف الخيط أطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. شايفين لو خدت بقى غرزة الارتفاع، شايفين طرف الغرزة، نقلبها كده، شايفين طرف الغرزة مظبوط ازاي؟ شايفين؟ جميلة قوي ومظبوطة. طيب خدنا غرزة الارتفاع، هنلف الشغل وهلف الخيط عادي على الإبرة، وهبدأ إن أنا أعمل أول غرزة نص عمود عادي تحت الحلقتين في أول غرزة. طيب بعد كده هشتغل ازاي؟ شايفين الضلع التالت ده؟ أنا عندي 1 2 3، هدخل في الضلع التالت ده وهروح أدخل في الغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين، هدخل في الضلع التالت ده واروح ادخل تحت الحلقتين في الغرزة اللي عليها الدور واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. هدخل في الغرزة اللي عليها الدور، دخلت في الضلع التالت، هروح ادخل تحت الحلقتين
هلف الخيط واطلع، معايا 3 لفات هلف الخيط واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. هدخل في الضلع التالت، هدخل في الغرزة اللي عليها الدور تحت الحلقتين، هلف الخيط واطلع، هلف الخيط اطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. كده الغرزة ابتدت تبان معايا. عايزة أشوف رأيكم في التعليقات، وعايزة أشوف تطبيقاتكم. اللي طبق معايا حاجة يقول لي تحت الفيديو طبق معايا إيه والنتيجة كانت عاملة إزاي. دي كده طريقة الكوفية اللي أنا عملتها. حبيت أوريكم الطريقة سهلة والنتيجة بتاعتها إن شاء الله تعجبكم. شايفين شكل الغرزة؟ جميلة جدا. أوريها لكم تاني في الكوفية. شايفين الغرزة بجد حلوة قوي. مستنية كده رأيكم في التعليقات، تقولوا لي إيه رأيكم في الكوفية. وما تنسوش تشجعوني بلايك وكومنت، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني إشعار أول ما أنزل أي فيديو جديد. أشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.